بيبدأ الفيلم بواحد اسمه راج وهو محجوز في المستشفى، واللي بيكون داخل في غيبوبة من 3 سنين فاتوا. ولما بتيجي الدكتورة ريجا اللي متابعة حالته علشان تشوف مؤشرات الأجهزة اللي متوصلة له، بتتفاجئ لما بتلاقي راج فاق من الغيبوبة، وبتجري بسرعة على باقي الدكاترة علشان تعرفهم، واللي على طول بيتفقوا إن لازم حد منهم يقعد مع الحالة، وده لأن راج كانت حالة مهمة لسمعة المستشفى. وبنشوف الدكتورة ريجا وهي متحمسة جدا، وبتعرفه إنها عندها استعداد تقيم معاه، وبعدها بتروح تتصل على المفتش شيكا علشان تبلغه إن راج فاق، واللي بيتخض لما بيعرف، وبيطلب منها انها ما تبلغش اي حد بره المستشفى. وبعد ما شيكا بيقفل معاها بيتصل على واحد اسمه مزار وبيعرفه ان راج فاق من الغيبوبة، وبيسأله هيتصرفوا معاه ازاي. وبنرجع لراج وهو في المستشفى وبيسأل الدكتورة ريجا ايه اللي حصل، وكانت الصدمة ليه لما بيعرف ان هو في غيبوبة بقاله 3 سنين كاملين. وفجأة بيدخل عليهم واحد قريبه اسمه بولا وهو فرحان، وبيعرفه ان هو طول ال3 سنين اللي فاتوا كان بيشتغل حارس في المستشفى علشان يفضل جنبه. والدكتورة ريجا بتزعق له وبتطلب منه ان هو يخرج بره ويسيب راج يرتاح، وبتعرفه ان هي اتصلت على المفتش شيكا وبلغته ان راج فاق. وبيتصدم اول لما بيعرف، وبيكون خايف على راج وبيغطيه بسرعة وبينقله على سرير تاني علشان يخرج بيه بره المستشفى. لكن الدكتورة بتكون رافضة وبتحاول انها تمنعه لانها كانت خايفة عليه، وده لان راج احتمال يفقد الوعي تاني ويدخل في غيبوبة من اول وجديد. لكن بولا ما بيهمهوش كل الكلام ده وبيزقها وبيكمل طريقه، وبتروح الدكتورة علشان تبلغ الأمن. وفي نفس الوقت مزار بيكون طالع في أسانسير المستشفى وبيكون لابس بالطو على أساس إن هو دكتور، لكن الدكتور اللي معاه في الأسانسير بيكشفه، ومزار بيفضل يضرب فيه لحد ما بيفقد الوعي وبيقع في الأسانسير. ولما بيطلع فوق والأمن بيندى عليه بيضربه بالنار وريجا بتسمعه. وفي الوقت ده بتفهم بولا كان عايز يهرب راج ليه، وبتحاول ان هي تهرب قبل ما يشوفها، وبتنزل تساعد بولا في انهم ينقلوا راج لعربية الاسعاف. لكن مزار بيشوفهم وبيجري وراهم وبيحاول يمنعهم ان هم يهربوا بالعربية، وبيركب موتوسيكل وبيجري وراهم، لكن بيهربوا منه وما بيلحقهمش. وريجا بتاخدهم في البيت عندها وبتطلب من بولا ان هو يروح يجيب لراجل علاج، لكن بولا بيكون متردد لانه ما كانش لسه واثق فيها. وريجا بتطمنه وبتعرفه ان هي مستعده تضحي بحياتها في مقابل ان مفيش حد من المرضى بتوعها يتاذوا. وبتعرف من بولا ان هو كان مخبي راج في بيته قبل ما يجيبه المستشفى، لكنه بعدها اضطر ان هو ينقله المستشفى، وده لان حالته كانت اتدهورت. وريجا بتكون مستغربه من اللي بيحصل وبتكون عايزه تعرف هما مخبيين ايه عنها، وبتفضل ان هي تهتم براج وتديله الدواء في ميعاده وتاكله وتشربه لحد ما بيفوق وبيخف، وبيبدا ان هو يتكلم معاها. وبتعرفه ان هو طول ما هو نايم كان بيردد اسم امه كل شويه، وتقريبا كده ما قلتش اي حاجه تانية غيره. وبيبدأ راج ان هو يفتكر اللي حصل زمان وقت ما كان بيودي لأمه الأكل في البنك اللي كانت شغالة فيه، وفجأة بيشوف عصابة مسلحة وهي بتهجم على البنك، وواحد منهم اسمه مزار بيتهجم على أمه وبيكون عايز يضربها علشان تنفذ أوامره زي باقي الموظفين. وأول لما راج بيشوفها بيسيب الأكل اللي في إيده وبيجري وراها بسرعة علشان يدافع عنها، وبيفضل يضرب في أفراد العصابة كلهم، وبيقدر ان هو ينقذ البنك قبل ما يسرقوه. وبعدها الشرطة بتوصل وبتقبض على كل العصابة، وراج بيروح لأمه علشان يطمن عليها. ولما بيلاقي ان مزار مخربشها في رقبتها وجايبة دم بيدخل في حالة عصبية شديدة وبيطلع يجري وراه، وبينزل مزار من عربية الشرطة بالعافية، وبيفضل يضرب فيه بكل انتقام قدام كل الضباط اللي واقفين وما كانش همه اي حد. وبعدها الشرطة بتاخده معاهم على الاسم، والمأمور بيكون معجب بشجاعته لانه قبض على العصابة كلها لوحده، وبيعرض عليه ان هو يكون ضابط معاهم علشان يستفيدوا من شجاعته دي. وطبعا راج بيفرح بالعرض ده وبيوافق على طول. وبعد كام يوم ماجي امه بتقوله ان هي عايزه تروح القريه علشان تزور رغو اخوها لانها ما شافتوش من سنين، وراج بيرحب بالفكره وبياخدها وبيركبوا القطر وبيسافروا القريه، وبيلاقوا رغو اخوها مستنيهم في المحطه وبياخدهم وبيروحوا كلهم على البيت. وهناك بتيجي بنت اسمها سومان هي واهلها علشان يسلموا عليهم لانهم ما شافوهمش من زمان. واول لما راج بيشوف سومان ما بيكونش مصدق ان دي البنت اللي كان بيلعب معاها وهم صغيرين. ولما بيبدأ ان هو يهزر معاها امه بتزعق له وبتطلب منه ان هو يحترم سومان لان الوضع دلوقتي اتغير وما عادش ينفع تهزر معاها زي زمان. لكن سومان اصلا بتكون معجبة بيه وبتحاول ان هي تقرب منه، لكن راج بيرفض. وتاني يوم بتروح عصابة الرغو في البيت وبيكونوا عايزين ياخدوا منه الفلوس اللي عليه، لكن لان المبلغ بيكون كبير رغم ما بيقدرش ان هو يدفعه، وبيترجاهم ان هم يديله مهلة كام يوم لحد ما يقدر يتصرف في المبلغ. وبيجري بسرعة وبيدخل الأوضة وبيقفل عليه الباب وبيلف الحبل حوالين رقبته وبيعلقه في السقف علشان يموت نفسه. وماجي بتفضل تخبط على الباب وتندع عليه
لكن راغو ما بيرضاش ان هو يفتح، ولما بتلفله من الشباك بتتصدم لما بتشوفه هو معلق نفسه بالحبل وخلاص كان بقاله ثواني وهيموت نفسه. وعلى طول بتندع على راج وبيكسروا الباب وبينقذوه في اخر لحظة. وبعدها راج بيروح للعصابة دي وبيديلهم كل الفلوس اللي معاه وبيطلب منهم ان هم يبعدوا عن راغو. والعصابة بتفضل تضحك على كلامه وبيقولوا له الفلوس اللي انت دفعتها دي ما تجيش حتى جزء صغير من الفلوس اللي المفروض راغو يجيبها لنا. وبتضطر ماجي ان هي تديلهم دهبها كله عشان يكملوا على الفلوس. وتاني يوم راج بيكون قاعد قدام البيت وسمان بتروح تتكلم معاه وبتعترف له بحبها ليه وبتطلب منه ان هو يتجوزها. ولما راج بيرفض سمان بتجري على البير وبتهدده ان هي هترمي نفسها فيه لو ما اتجوزهاش. ولما بتيجي ترفع رجلها على البير بتقع فيه غصب عنها. وعلى طول راج وماجي بيجروا عليها علشان يحاولوا ينقذوها. وبعد شوية بيقدر راج ان هو يطلعها وبيفضل يضغط على بطنها علشان تطلع المية اللي هي شربتها. وبعد ما بتفوق بيعرفها ان هو موافق انه يتجوزها. وبعدها فعلا على طول بيعملوا الفرح وراج بيتجوزها. وتاني يوم راغو بيوصلهم لمحطة القطر وبعدها بيودعهم وبيمشي. ولما بيرجع علشان يروح البيت بيتفاجئ ان في عربيات كتيرة موجودة قدام البيت وبيعرف ان العصابة موجودة وبيفتشوا البيت وبيدوروا عليه. وطبعا بيجري بسرعة علشان محدش يشوفه وبيروح يستخبى. وبيطلع ان راغو بيتاجر في الفلوس المزورة وبيكون عنده مكنة من اللي بتطبع الفلوس وبيشغلها وبيفضل ان هو يطبع في فلوس مزورة طول اليوم. ووقت ما كان شغال بيجي واحد وبيفتح الشباك وبيقدر ان هو يصوره من غير ما ياخد باله. وبعدها راغو بيعرف ان عدم ظهوره ده ممكن ان هو يسبب له مشاكل اكبر. وبعدها بياخد قرار بان هو اللي يروح للعصابة. لكن لما بيروح الموضوع بيكبر اكتر والزعيم بتاعهم بيؤمر مزار ان هو يخلص على راغو. لكن راغو بيتفاجئ لما بيلاقي مزار مقرب من الزعيم ده وبيحط ايده حوالين رقبته وبيفضل يخنق فيه لحد ما بيقتله. وبنعرف وقتها ان راغو هو الزعيم الكبير بتاعهم. وبعدها بيكونوا جايبين له الشخص اللي صوره وهو بيزور الفلوس وراغو بياخد منه الصور وبيضربه بالخنجر في بطنه. وبعدها بتعدي الايام وراج بيقرر ان هو يرجع القرية دي تاني علشان يقبض على كل المجرمين اللي فيها. واول لما بيروح لهم بيهجم عليهم وبيفضل يضرب فيهم لحد ما بيقدر ان هو يمسك جزء منهم وبياخدهم معاه على الاسم. وهناك بنشوف المفتش شيكا اللي هو مأمور السجن واللي بيزعق لراج على اللي هو عمله. ولانه كان ضابط مرتشي كان واقف في صف المجرمين دول وعايز ان هو يخرجهم من السجن. ولما راج بيعترض على اللي هو بيعمله شيكا بيكون عايز يضربه وراج بيمد ايده عليه وبيوري له الكارنيه بتاعه. وشيكا بيتظبط لما بيعرف ان هو ظابط زيه وكمان في جهة اقوى من اللي هو فيها. واول لما راج بيمشي بيطلع مفتش الشرطة على طول وبيروح لراغو علشان يحكي له على اللي حصل. وفي الوقت ده راغو بتكون حياته كلها اتغيرت بسبب الفلوس المزورة اللي هو بيطبعها. وطبعا لما بيعرف ان راج مسك رجالته بيكون خايف ليعترفوا عليه وعلى طول بيروح لراج البيت وبيحاول ان هو يعطله على ما يكون بعت مزار الاسم يقتل رجالته علشان ما يعترفوش عليه. وبعدها بياخدهم وبيخرجوا علشان يتفسحوا. ووقتها بنشوف الشخص اللي كان صور راج وهو بيطبع الفلوس المزورة واللي بيكون ما ماتش بعد ما راج ضربه بالخنجر وبيقدر ان هو يقابل راج وبيطلع له كل الصور اللي هو كان مصورها لراغو. لكن فجأة بيلاقي حد ضربه بالخنجر وبينقلوه للمستشفى بسرعة لكنه ما بيلحقش وبيموت. وبعدها بيروح لراغو على البيت علشان يحكي له على اللي حصل. وكانت الصدمة ليه لما بيسمع راغو وهو بيتكلم مع افراد العصابة في التليفون وبيتأكد وقتها ان راغو هو السبب في كل اللي بيحصل حواليه. وبعدها بيروح له وبيفضل يتكلم معاه وما كانش مصدق ان خاله ممكن يعمل كده. وراغو بيحس بالندم وبيتأسف له على كل اللي هو عمله وبياخده وبيطلع فوق وبيفتح له الخزنة وبيطلع كل الفلوس والذهب اللي فيها وبيرموهم على الارض. واللي بيكون في وسطهم الذهب بتاع ماجي اخته اللي اديتهوله قبل كده علشان تنقذه من العصابة. وبيتأسف له تاني ان هو مشي في السكة دي وانه ندمان على كل اللي هو عمله. وبيطلع بعد كده ان كل دي تمثيلية راغو كان عاملها عليه. وبياخد رجالته كلهم وبيروح على بيت راج وقت ما بيكون راج في الشغل. وماجي ما كانتش مصدقة ان اخوها ممكن يعمل كل اللي هو بيعمله ده. ومزار بيفضل يضرب فيهم وبيطلع حبل وبيفضل يخنق بماجي لحد ما بيقتلها من غير اي رحمة. وسومان بتطلع تجري بسرعة وبتحاول انها تتصل براج في الاسم لكن للاسف شيكا هو اللي بيرد عليها وطبعا ما بيرضاش ان هو يساعدها. وبعدها بيقتلوا سومان هي كمان وبياخدوا ابنه وبيخلوه معاهم وبيفضلوا مستنيين راج لحد ما يرجع من الشغل علشان يديلهم كل الصور والملفات اللي معاه. وبعد شوية راج بيرجع البيت وطبعا بيتصدم لما بيشوف جثثهم وهي مرمية على الأرض. ومزار بيكون عايز يقتل ابنه قدامه علشان يحرق قلبه عليه لكن بيقدر راج ان هو يجري عليه بسرعة وبينقذه
وبياخد هو الطلقة مكانه وبيدخل في حالة الغيبوبة الكبيرة اللي احنا عرفناها. وبعد ما بيخلص حكي ريجا بتكون عرفت كده كل الحكاية وعرفت هم ليه عايزين يقتلوه. وفي الوقت ده راجو بيكون خاطف ابن راج علشان يأمن نفسه من الورق والصور اللي موجودين معاه. وعلى طول بولا بيعرف وبيروح لراج وبيحكي له على كل اللي حصل. وراج ما كانش بيفكر في اي حاجة غير الانتقام. اما راغو فكان اهم حاجة عنده ان هو يلاقي الملفات والصور، وبيبعت كل رجالته لبيت راج علشان يدوروا فيه، وبيروح هو كمان بنفسه علشان يدور على الورق. وبعدها بتحصل بينهم معركة كبيرة وراج بيفضل يضرب فيهم بكل انتقام. وبيروح لمزار وبيفتكر وقت ما قتل أمه ومراته وبيحاول إن يقتله علشان ينتقم منه، لكن للأسف مزار بيكون أقوى منه وبيفضل يضرب فيه لحد ما خلاص كان هيموت في إيده. لكن بعدها راج بيقدر إن هو يجمع قوته تاني وبيفضل يخنق في مزار لحد ما بيخلص عليه. ولما راغو بيشوف مزار وهو مقتول بيكون زعلان عليه جدا، وده لأن مزار كان دراعه اليمين وهو اللي كان بيساعده في كل حاجة. وبيأمر رجالته إن هم يدوروا على راج ويقتلوه بأي شكل. وبعدها راج بيظهر لهم تاني وبيفضل يضرب ويقتل في رجالة راغو، وما بيكونش قدام راغو غير ان هو يهدده بابنه وبيعرفه ان هو هيقتله لو ما ادلوش كل الملفات والصور. لكن بيقدر راج ان هو ينط عليه بسرعة وبيضربه برجله وبيوقعه على الارض. وبعدها بياخد ابنه وبيهربوا، وراغو بيفجر المكان باللي فيه، لكن راج بيكون قدر ياخد ابنه ويهرب وراغو هو اللي بيموت. وبعدها بيجي بولا والدكتورة ريجا وراج بيشكرهم على مساعدتهم ليه، وبياخد ريجا وابنه وبيمشوا مع بعض وبيخلص الفيلم على كده. اللي كتب السكريبت بتاع الفيلم ده مي محمد، أداء صوت ومونتاج كريم عادل. ولو كنت لسه مكمل معايا لحد الوقت ده فأكيد ملخص الفيلم عجبك، فياريت ما تبخلش عليا باللايك وتشترك في القناة لو كنت لسه ما اشتركتش فيها. وعلشان أعرف إن أنت كملت معايا ملخص الفيلم للآخر اكتب لي في التعليقات كلمة بطل، وما تنساش إنك تنزل تحت في الوصف وتشترك في قناتي التانية. وتحياتي لكل أخ وأخت متابعني، يلا سلام.